مساء الفل. قريت بوست للموسيقار راجح داوود، هو راجل مهذب جدا وبيتكلم بعقل، يعني ان المخرج خالد يوسف تعاقد معاه على موسيقى مسلسل، وبعد يعني في التعاقدات بيبقى فيه يعني شكل معين للمزيكا المطلوبة وكده، واتفقوا وكتبوا من العقد وقبض الفلوس وخلصنا، وسلم الشرايط للمخرج. وبعدين اتفاجئ بان المزيكا بتاعته مقصوص منها وداخل فيها مزيكا تانية مش بتاعته. فالراجل بيكتب بيبرق ساحته، يعني ان ممكن حد يرفع عليه قضية او يشنع بيه او اي حاجة انه سارق الحاجات دي. في نفس الوقت قريت حاجة تانية، ان المزيكا ديت بتاعت ياسر عبد الرحمن، الموسيقار الكبير اللي كلنا عارفينه طبعا. ومبررات خالد يوسف ان المزيكا ديت بتاعته، يعني اشتراها واشتريتها شركته واستخدمها في فيلم قبل كده او اي حاجة. في ايه يا جماعة؟ والله الثقافة المصرية والفن المصري ما بقاش فيه كبير، ما بقالهوش كبير خالص عشان تحصل كل اللي بيحصل ده. كل اللي بيحصل ده شيء خارج عن إطار المنطق والفن والذوق والأدب والاحترام والجمال. أنا بقى عايز أسأل سؤال بريء وبسيط، هو كيف تدار المؤسسة الفنية في مصر؟ ايه مش سامعك؟ ما فيش مؤسسات فنية في مصر؟ طيب يعني وزير الثقافة ده فايدته ايه؟ يعني ثقافة مصر اللي كانت منارة للعالم كله، هو انتوا بتشتغلوا لحساب ناس تانية ولا ايه؟ انتوا بتعملوا كده؟ انتوا مالكمش حاكم ولا كاسر ليه؟ انتوا ايه العبث ده؟ ما هذا العبث اللي انتوا شغالين فيه؟ انا عمري ما شفت اللي بيحصل ده بيحصل في اي وقت وفي اي مكان، اي مكان في العالم. كل واحد بقت الحكاية بتاعته، كل واحد مجانس وكل واحد بيتصرف على انه هو الحاكم بأمره. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ عايزين حد يجاوب. حد مين؟ هو في حد هيجاوب؟ انت بتستهبل يالا ولا ايه؟ حد مين اللي يجاوب يالا؟ هو انت بتعمل لي فيديو دقيقتين 3 هتعيش لي الدور وعايزين حد يجاوب؟ وكان من امتى حد جاوب على اي ازمة ثقافية؟ كان من امتى حد جاوب على ان الاذاعة المصرية لم تعد تنتج، وما بقتش تنتج اغاني، وما بقتش تنتج مسلسلات؟ انت بتستهبل يالا ولا ايه؟ ولا انت عشت الدور ان انت عندك قناة وعمال بقى تهرتر فيها؟ مفيش حد واخد باله من اي حاجة، وان الثقافة زائدة دودية يجب استئصالها. وصباح الفل وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد عليكم الايام بخير ان شاء الله. وادينا بندردش ورانا ايه.